ازيك يا عم محمد؟ ازيك يا عم ايمن؟ اخبارك ايه؟ اخبارك انت عامل ايه؟ تمام والله الحمد والله لله. مشتاقين عليك يا عم. انت اكتر والله. انت والله وحشنا يا عم. مالك يا عم؟ يعني كل ما اعدي عليك في الطريق كده اجي لك ومش اجي لك والدنيا ومش مش هي ليه بابا ليه كده؟ والله اديك شايف الدنيا يا محمد، الدنيا زي العسل شغله والله. الناس كلها والله. والله الدنيا زي العسل زي العسل والحمد بالناس لله. اللي زيك والله. والله العظيم الله يبارك فيك يا حبيبي. بص يا بابا، انت ممكن تخلي الدنيا حلوه مظبوط. وانت ممكن تخلي الدنيا وحشه. طبعا طبعا. ليه؟ انا دلوقتي اخلي الدنيا حلوه لما اتقبل كل حاجه ببساطه. يعني في هموم وفي زعل وفي نكد، بس مش ما ينفعش ان الواحد يتقبل كل ده. هيجي ضغط على المخ وضغط على لازم الأعصاب. بيكون في فتره كده وفتره كده طبعا. هي لا، فتره كده وفتره كده والامور تعدي. طبعا طبعا. لازم الامور تعدي. دي تبقى معايا الدنيا مليحه، لكن تبقى معايا وحشه لما اروح فين؟ ما الدنيا مسدده. يا عم روح اشتغل في الحته دي. اروح فين؟ ما كلهم كل الناس قاعده. طب حتى اسعي سافر ولا اروح فين؟ ما السفر ما كل ما حتى الكويت قافله يا راجل. تلاقيه بيقفل على نفسه كل شويه كده. كل حاجه يعني معقدينها، انتم معقدينها جو. والله ما تعقدوها، سيب الامور تمشي. اسعي، قال لك اسعي يا عبد وانا عبد عين. نسعى معاه. اسعي يا عبد وانا عين. فالسعي حلو طبعا. لكن انت تقول لي شباب الايام دي طبعا عايز الشغل يجي لحد عندها. ايوه، ما انا لما اقول لك الواحد منهم هو ده الكسول. مش الكل عامه، معظمهم. ده الكسول. ده الكسول اللي هو ايه، عايز تجيب له الشغل كده، وساعة تجيب له الشغل يعمل لك كيف. لا اصلي عند مين هو؟ عند الاستاذ زيمن. يا عم لاقيش حريم انت بوره يا عمي. ويفضل عادي يقول لك يا عم يخترع حاجه عشان ما يروحش وخلاص. عشان ما يروحش يقفلها. ده راجل 100 وهو لا ده انت هو يعرف. طب دي الحاجه غليت هيرضى هو يزودها؟ طب روح وخلاص، روح ويمكن هو ده محدش عايز يستثمر المتاح، كله بيبص ان الشغل ده مثلا اجره قد كده، فانا مش رايح غير لما اشوف حاجه مثلا مناسبه معايا. بقول لك على حاجه، صل على النبي عليه الصلاه والسلام. انا مثلا راكب عربيه نقل، فانت ما تحصل معاه وجاني زبون مثلا على نقله اوديها صيوف، في زمايل لما يودوها مثلا ب 500 جنيه مثلا وانا خدتها ب 300، يجي واحد زميل يعمل لي كده. يا اخي الناس كلها بتاخدها ب 500 وانت تاخدها ب 300 طب انا رحت وجيت وهو واقف على الموقف ما طلعش وانا استفدت ال 300 طبعا. يبقى هي الاحسن. 300 طبعا افضل. 300 افضل طبعا. طيب في حته ثانيه، انا معلم اديني مثلا معلم نجار مسلح واما اخد شغل واليومين دول الجو مريح، اقعد انا لما يجيني شغل معلم نجار مسلح والله اطلع مع واحد زميلي. اطلع طبعا مع حد صاحبك، اي شغل قدامك تطلع تشتغل فيه. اقول لا ده انا كنت باخد 500 جنيه. لا طبعا ما اطلعش ب 100. ما انا لو ما جبتش دلوقتي مش هلاقي حاجه اضيع منها. في حته ثانيه يا عمي، في ناس كانت معلمه مثلا صنايعيه وطلعت ما شاء الله عليها بقت معلمين، وهو الزمن يعني مع الكسل بتاعه ريح الموضوع معاه مثلا وقاعد، وتيجي تقول له طب ما تروح مع فلان دلوقتي، يقول لك انت كان شغال عندي. كبرياء. كان شغال معاه. كبرياء. في كبرياء، والكبرياء ده يوقف الحال طبعا. لكن بص المفروض بني ادم مننا مش عيب ان انا اطلع اشتغل مع حد. عيب، ومش عيب انا مدرس، مش عيب ان انا افتح دكان، مش عيب. عمر الشغل يا عم محمد ما كان عيب. انا طالما هاكل عيش، على الاقل وانا خارج وسط اصحابي يكون معايا فلوس. ما اخرجش وانا ايدي فاضي مثلا. ما تجيش مثلا اتسلف، ابقى قاعد انا وانت واقول لك سلفني 100 جنيه لما تشتغل زيي. صح. ليه يعني؟ وبدل ما اروح اقول لابوي وامي مثلا هو ابوك وامك هيشيل ايه؟ للاسف اغلب الشباب اليومين دول بيعلق الشماعه بتاعته ان هو مش لاقي شغل،
لا والواحد هو مش عارف. والواحد طب انت يقول لي- سعيد مثلا ربنا ما كرمكش، ولا انت مثلا عادي. عشان لقيت شغلانه ب1000 مش هتشتغل فيها غير لما تلاقي الشغلانه ب 10000؟ لا ده انا ابدا مش ابدا. لا بص، انا خلاص استثمر المتاح، لقيت شغلانه ب1000 اشتغل الموجود فمال. المهم تيجي ل1000. لغايه ما ربنا يكرمني مثلا بشغلانه ب2000 ب3 اديني رايح الثانيه، بص وابدا واحده واحده. ما انا على فكره معظم العظماء كلهم الناس اللي مشهوره والناس الكاتبه بدات شغلها في بلاد بره في المطاعم، كانت بتغسل اطباق. ايوه ايوه كتير بقى. مش عيب ان انا انزل اشتغل الشغل ده؟ احنا حضرنا الناس ديت، وحضرت ناس لا داعي لذكر اسمها، والله العظيم كانت لما تروح بلاد بره، وكانت لما تغسل اطباق، وكانت شغاله في مطاعم، وكانت شغاله. يا اخي اسكت، ده احنا من ضمن الناس ساعه سفرنا، واخد لي بالك، كان اي شغله ما يجي قدامنا مع السباك اما نشتغل، مع بتاع الرخام اما نشتغل، مع بتاع كنا ما نشيل اسواق، مع اي حد نشتغل. المشكله الكبيره اللي في الجيل ده يا محمد ان هو لا عاوز شغل، بس الشغل بتاعه ايه؟ يكون على مزاج، مكتب بقى على مزاج، وتكييف وكمبيوتر قدامه على مزاج. وبيقبض قد كده في الشهر والحمد لله كده. ايش يعني ده يوكلك ايه؟ ما هو مش هيرتاح بالسهل، مفيش حد يرتاح بالسهل، لازم تتعب. وبعدين عشان ترتاح انت دلوقتي ما تعبتش، ربنا هيريحك ازاي؟ عمي ما ساعدش على نفسك. اقول لك انا، لما انت تكون عايز تطلع الجبل مثلا عشان تشوف الدنيا من تحتك كلها دي، عايز تطلع الجبل، اما تعمل ايه؟ بطلع واحده واحده، ما تطلع واحده 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 مش لغايه مرة لما واحدة تطلع كده. فوق. مش مره واحده كده اطلع على القمه فجاه. لما طلعت فوق انت شفت الدنيا ولا لا؟ طبعا ها؟ طبعا. بقت حلوه قدامك، لكن لما انت عايز تنط كده هتنزل مكحل، ده حقيقي فعلا. لكن لما تطلع واحده واحده هتطلع. هتشوف كل حاجه قدامك. بص، القناعه كنز، الرضا بالقليل رضا بالقليل. الرضا ده اهم حاجه في الدنيا طبعا. رضا هترتاح نفسيا.